السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد في قناة اليمام الإمر وحمد العصافير. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم إن شاء الله. النهاردة حلقتنا ازاي نعرف الذكر من اليتام اليمام الإمري، وازاي نميزهم بين الزغاليل والشبابات. طبعا كلنا عارفين الشغال بيبقى بحجمه غير الزغاليل. طبعا الزغاليل بتبقى معروفة حتى لو مخلصة ريش زي كده يا جماعة، بيبقى معروف ان ده زغلول اهو، من وشه ومنقاره هو باين قوي، حتى اللي لسه بيتعلم هيعرف ان ده زغلول. غير الشغال، بصوا الشغال بيبقى وشه عامل ازاي، ريش الناعم، الطوق الاسود العريض. غير الزغاليل بتبقى طبعا ريش الابيض جاي عليها او ريش البني كده. ده الشغال. طبعا احنا كده عرفنا نميز بين مثلا الزغاليل والشغال. نيجي برضك تشوف الشباب. الشباب طبعا بيبقى برضك ريشها مش مظبوط، مش متساوي، والطوق الاسود برضك لا اما بيبقى ضعيف وبهتان كده شوية، لا اما مثلا تلاقيه آه يعني ايه مش باين الريش برضك ايه مغطى عليه. غير طبعا الشغال بيبقى الطوق بتاعه اسود اسود اهو، بصوا يا جماعة، وعريض، بيبقى باين او واضح او مميز اهو. ده كده الشغال. طبعا الشغال دلوقتي في ناس بتحب اللي هي تجيب الزغاليل وتربيها لحد ما تشتغل عندها، في ناس بتحب تجيب الشباب على وش شغل، في ناس بتحب تجيب الشغال. انا عن نفسي ممكن تلاقي تجيب الشباب القفلة مثلا عليها ريشة ريشتين يبقوا كويسين، وتاخد خيرهم كله وبتاخد الشغل ايه بتاعهم كله. غير مثلا الصغير بيقعد معاك فترة يجي 5 أشهر 6 أشهر عقبال ما ايه يشتغل معاه. طبعا دي مجموعة شغالين طبعا كلهم اهم زي ما حضراتكم شايفين اهو. نمسك الذكر هنقولكم مثلا مواصفاته. ادي ذكر، هتقول مثلا عرفته ازاي. اول حاجة بيبقى حجمه اكبر من النتاية. تاني حاجة بيبقى وشه ودماغه بيبقوا مليانين عن النتاية، غير مثلا النتاية بيبقى وشها مثلا رفيع زي كده، بتبقى دماغها عاملة زي البلية مثلا صغيرة كده خالص. انا هوريها لكم لما يهدى. اهي زي اللي هناك كده يا جماعة، اهي عملت كده. اهي بصوا يا جماعة دماغها عاملة ازاي، اهي في الزاوية اهي هناك اهي، في الزاوية خالص اهي دماغها بتبقى ايه رفيعة، غير اما الذكر يبقى عريض. اوريها لكم برضك هنا. ادي ده الذكر بيبقى دماغه عريضة، بيبقى ايه مدببة كده لقدام. غير اما تكون نتاية بتبقى دماغها ايه رفيعة وعاملة زي مثلا ايه البلية كده، ووشها مسحوب ومنقارها طويل. غير الذكر بيبقى منقاره قصير شوية ووشه عريض ودماغه ايه قصير. طبعا في بتبقى حاجة برضك سهلة، ان انت تمسك الضوافر بتاعت الرجل، تبقى قلب الفرد في رجله الشمال اهو، وجاي مسويهم على بعض كده اللي في النص. لو في سوا بعض تلاقوهم ذكر، لو صباع أطول من صباع تلاقوهم نتاية. دي برضك ايه حاجة من ضمن الحاجات اللي انت تعرف فيها ازاي افرق الذكر من النتاية. طبعا الذكر بيتميز بكبر حجمه شوية عن النتاية. النتاية بتبقى جسمها قليل برضك شوية، غير الذكر بيبقى حجمه أكبر. بصوا يا جماعة الذكر بيبقى دماغه عامل ازاي، او البيزوف على النتاية دماغه بيبقى عريضة عن الايه عن الذكر. ده برضك جوز، ادي دي النتاية وادي ده الذكر. احنا عرفنا نميز بين الذكر والنتاية. طبعا الزغاليل وده ذكر ما شاء الله بيأكل اتنين اهو.
طول ما صحته كويسة هتلاقي الجوز كويسين وتلاقي زغلولهم كويسين، غير ما تكون مقلب مثلا من عندهم الأكل وكده بتلاقي الدكر ضعيف والزغل بتاعه ضعيف. طبعا في أي سؤال في أي حاجة اكتبوا في تعليق، كتبت رقم الواتس هكتبهولكوا، نتواصل مع بعض إن شاء الله ونشوف كده الدنيا. ده ذكر طبعا هناخده نجوزه منتهى دمه وزايف كده. لازم لما نيجي نجوز نحط الذكر لوحده لمدة يوم أو اتنين ياخد على العين، بحيث اللي هو يكون ملكة. بعد كده تبتدي تحطله النتاية بتاعته. طبعا ده ذكر شغال وزايف، نبتدي نشوف النتاية بس ما تنقلهاش دلوقتي. لو متجوز تنقلوها مع بعض عادي، لو مش متجوز طبعا تاخد النتاية وتحطها عليه. طبعا فينا كذا نوتي هظبطلوا نتاية. ادي نتاية اهي، دي نتاية اخدها له ان شاء الله، بس ياخد يوم اتنين كده وابتدي احطها له. والقفص المميز يا جماعة 35 في 35، وكل ما القفص يكون كبير كل ما يبقى احلى طبعا ليهم، بس اللي ريشهم ما يتكسرش ما يتبلش من المية، ياخدوا راحتهم في الشغل التكسير ويكون عالي كده. ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة لوصل كل جديد. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.